لو بتدور على مسلسلات كوري تندمج معاها وتشدك من اول حلقة، الفيديو ده معمول ليك. النهاردة انا جايب لكم اقوى 10 مسلسلات كوري في سنة 2026. القائمة اللي معانا متنوعة، وكل المسلسلات اللي فيها جايبة مشاهدات عالية ومقدمة مستوى عالي جدا من كل الجوانب. انا مصطفى روبي، ودي قناة رشح لي فيلم. ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدأ. رقم 10 ذا ارت اوف سارة، مسلسل غموض وتشويق نفسي. القصة عن سارة كيم، ست من الطبقة الراقية وشغالة في براندات ضخمة، وحياتها كلها عبارة عن خداع متقن. لما الشرطة بتلاقي جثة في مجاري سيول وبيعتقدوا انها جثتها، ضابط بيبدأ يدور وراها، لكن الصدمة بيكتشف ان سارة كيم مش موجودة رسميا اصلا. وكل ما يتعمق اكتر بيلاقي شخصية مختلفة واسمه مختلف، وحياة ناس كتير اتدمرت بسببها. المسلسل بيبقى هادي في الاول، بس نهايته حادة وقوية جدا، وتقييمه على IMDb 7.3. 거짓은 아름다운 저녁 노을처럼. 성함이 어떻게 되시죠? 사라킴이요. 그냥 아예 새 삶을 살 거라 그랬어요. 그날의 사라는 제가 그 여자에 대해 아는 건요, 아는 게 하나도 없단 것뿐이에요. 완벽히 완벽했어요. 내가 만진 거 전부 다 주세요. 이걸로 할게요. 근데요, 형사님, 아직 다 말씀드린 건 아니라서요. رقم 9 ذا جادج ريتيرن، دراما قانونية بس بلمسة سفر عبر الزمن. القاضي لي هانج يونج كان راجل عنده مبادئ قوية جدا، لكن مع الوقت اتحول لأداة في ايد شركة قانونية فاسدة. ولما قرر يعمل الصح ويحكم ضد واحد كبير اتقتل. بس القصة لسه ما خلصتش، بيرجع للحياة لكن في جسمه هو أصغر ب10 سنين، ومعاه كل ذكرياته وكل المعلومات عن الناس اللي دمروه. وده بيخليه مش بس يكسب القضايا، لكن كمان بيخطط عشان يوقع أعدائه قبل ما يعرفوا الخطر جايلهم منين. تقييم المسلسل 7.7. 그때부터 10년이다. 해날로 밤에 목줄을 차고 살아온 개 같은 세월이. 뭐요? 주인이 시키는 대로 판결을 내린다. 겨우 진짜 이한영으로 살고 싶어졌는데 정확히 10년 전으로 돌아왔어. 이번엔 법대로 합시다. 안 그럼 내가 그쪽부터 탈탈 털 거니까. 나는 잘못된 선택으로 인생을 낭비한 죄인이다. 이번 삶은 피고인 이한영의 집행유예 기간이다. 이제부터 시작입니다. رقم 8 بلاد هاوند، الموسم الثاني. بعد 3 سنين من النجاة من حرب آسيا ضد تجار القرود، المسلسل بيركز على محاولة جون وو جين يبدأوا حياة جديدة. جون وو بيركز على حلمه انه يبقى بطل ملاكمة، وو جين بيدعمه كمدرب. لكن الهدوء مش بيكمل، لأن عدو جديد بيظهر. العدو ده أذكى وأخطر بكتير. أهم عنصر في المسلسل هو الصداقة القوية بينهم، وكمان مشاهد الأكشن واقعية وتقيلة جدا، مش مجرد مشاهد عادية. تقييمه على IMDb 8.1. 무조건 건호색이 필요해. 100억 줄게. 나랑 딱 한 판만 하자. 짐승을 잡으려면 건호는 같이 죽고 살아도 같이 살고. رقم 7 بوي فريند اون ديمن، واحد من اكتر المسلسلات الرومانسية الكوميدية المنتظرة السنة دي. القصة عن سيومي راي، بنت شغالة منتجة ويب ومضغوطة جدا في شغلها، فبتشترك في تطبيق اسمه بوي فريند اون ديمن. وده نظام مواعدة بالواقع الافتراضي، بيقدم لك مئات سيناريوهات مواعدة مختلفة. لكن الصدمة بقى ان الشخص المثالي اللي صممته بنفسها بدأ يبقى شبه زميلها في الشغل اللي بيستفزها وبتكرهه. المسلسل بيغوص في فكرة الوحدة في العصر الرقمي، وازاي العلاقات بقت شبه السلعة. تقييمه على IMDb 7.5.
연애 시뮬레이션 서비스면은 게임 같은 건가요? 게임보다는 현실적이죠. 하루는 24시간. 내게 남는 여가 시간은 단 3시간 30분. 난 이렇게 완벽한 데이트를 해본 적이 있었나? 좋아요. 뭐예요? 집으로 가시는 거죠? 데이트 있어서요? 연애보다 재밌는 건 없는 것 같아. 마음에 드는 남자 찾는 게 진짜 더럽게 어려운 거 같지? 완벽하게 맞는 사람이 있을까? رقم 6 ماد كونكريت دريمز، مسلسل جريمة وكوميديا سودا. القصة عن راجل بسيط اسمه كي سونج جانج، كل حلمه انه يملك عمارة، وفضل يجمع قروض من كل حتة ووصل نفسه لمرحلة مخاطرة كبيرة جدا، وفعلا قدر يحقق حلمه. لكن بعد كده الديون بدأت تخنقه لحد ما صاحبه بيقترح عليه خطة مضمونة يعملوا عملية خطف تمثيلية في بدروم العمارة، بس الأمور بتخرج عن السيطرة وبتتحول لخطف حقيقي. المسلسل مش خفيف ومن النوع اللي هيفضل معلق معاك. 내가 요즘에 안 해본 알바가 없어. 안 하지. 당신 혹시 달에 유학 자금 모아둔 거 손댔어? 너 건물값. 야, 내 말 똑똑히 들어. 나 지금 장난하는 거 아니고 5억. 약속 어기면 다 같이 죽는 거예요. 지금 이 상황이 이상하지 않아요? 이 건물 안에서만 일어나는 일들이. 나 여기서 못 끝내. 하루가 길다. 그러니까 رقم 5 In Your Radiant Season، دراما رومانسية هادية لكنها مؤثرة جدا. القصة عن شخصين عايشين في حالتين عاطفيتين مختلفتين تماما. سون وو تشان واحد بيعيش كل يوم كأنه أجازة صيف، وسونج ها ران مصممة شاطرة جدا من بره لكن من جوه مصدومة من يوم ما شافت حادثة صعبة. المسلسل بياخد وقته جدا في السرد، لكن ده بالظبط اللي بيخلي اللحظات المؤثرة توصل بقوة. وفي المجمل تجربته جميلة وهتشدك، وتقييمه على IMDb 8.1/10. 때론 찬아 사랑해. 봄이라 믿은 순간 불현듯 겨울이 들이닥친다. 저는 이번 프로젝트 제안 드린 선호찬입니다. 관뚜껑 덮을 때 후회 따위 안 남게 살자. 그게 내 인생 모토예요. 나 이번 프로젝트에서 빠질 거야. 어딜 가도 그 사람이 있을 것 같아서 7년 전에도 그렇게 도망쳤던 건데. 송환아! 야, 이 스타. 또 같이 재밌고 나 그러고 싶어요. 디자이너님이랑 다음 봄 돌아올 때까지만 봄 소풍인 것처럼 신나게. رقم 4 بلادي فلاور، مسلسل جريمة سوداوي جدا بيحكي عن لي وو جيوم، عبقري طب سابق لكنه تحول لقاتل متسلسل. والأغرب إنه شايف إن جرايمه علاج، هو مؤمن إنه يقدر يعالج أي مرض مستحيل بس بطريقته الخاصة. حياة مقابل حياة، يعني لازم حد يموت عشان حد تاني يعيش. التوتر بيبدأ بجد لما بيحصل صراع أخلاقي قوي، محامي محتاج القاتل ده عشان ينقذ بنته اللي بتموت، ومدعي عام شايفه مجرد وحش لازم يتعاقب. فكرة المسلسل مستفزة جدا فكريا، وكل حلقة بتحطك قدام سؤال صعب. تقييمه على IMDb 7/10. 언제까지 죽이고 다닐 생각이었냐고. 가요. 이우겸이 변호사님을 선임하고 싶다네요. 널 변호 안 한다면. 17명. 그게 끝이었어요. 왜? 실험이 성공했으니까. 변호사님이 저를 알아서 찾아주실 거예요. 사람을 17명이나 죽였잖아, 너. 이번 사건의 엔딩은 사형이야. 보여드릴 쯤 되면 검사님도 궁금하지 않으신가요? 이우겸 지금 우리를 갖고 놀려는 거라고요. 법정 달라는 겁니다. 모든 사건의 시작은 이우겸이 아니거든요. رقم 3
بيرفكت كراون، رومانسية كوميدية لكن بشكل مختلف. المسلسل بيحصل في عالم بديل، كوريا فيه لسه نظام ملكي حديث. القصة عن الأمير ليون، أمير عنده اللقب لكن من غير أي سلطة أو حرية. بيدخل في جواز مصلحة مع سيو هين جو، بنت قوية وطموحة ووارثة الإمبراطورية كبيرة، والاتنين داخلين الجواز بهدف، هو عايز الشرعية والقوة وهي عايزة الحرية. كل واحد فيهم بيحاول يستخدم التاني. المسلسل بيلعب على فكرة النظام الملكي الحديث بس بشكل أعمق وأغمق شوية من المعتاد. 오늘 걸 들어가는 거 아시죠? 캐슬 그룹의 후계자 주상전하 탄일년에 초대받았다. 이한대군도십니다. 금상은 그대에게 가려졌어요. 내가 고른 여인과 혼례를 올려 금상에 대한 지지를 보여주세요. 상해 주셨어요? 후배? 북방의 현무! 후배님. 보고 싶었어요. 뒷조사라도 한 것이냐? 감히 나를? 네. 결혼을. 자가 평민의 서출입니다. 연기도 할 줄 아시네. 무서우냐? رقم 2 سايرن كيس، تشويق رومانسي وغموض عن هان سيولا، واحدة شغالة في مزادات فنية كبيرة جمالها أسطوري، بس الغموض اللي حواليها أكبر، خصوصا إن 3 من حبايبها السابقين ماتوا في حوادث غامضة، والأغرب إن التأمين على حياتهم كان بيتلغي قبل موتهم مباشرة، وبيظهر ضابط تأمين بيبدأ يحقق معاها عشان يثبت إنها المذنبة، لكن مع الوقت بيقع تحت تأثيرها، والعلاقة بينهم بتكون مبنية على شك كبير وجاذبية قوية جدا. المسلسل مميز بسبب العمق النفسي الرهيب اللي بيخليك مش عارف تصدق مين، وتقييمه على IMDb 6.2. 세 번의 우연은 없다고 했죠. 약혼자도 김윤지도 무슨 일이 있었는지 똑바로 말해. 어느 쪽이 피해자인진 궁금하네. 숨기고 있는 비밀이 만천할까 봐. 나를 وفي المركز الأول كان This Love Be Translated. المسلسل بيحكي عن جو هو جين، مترجم عبقري بيوافق يشتغل مع ممثلة اسمها تشاو موهي، ممثلة بتحاول ترجع للأضواء لكن عندها رؤية غريبة ومؤلمة بتطاردها. الاتنين بيشتركوا في برنامج مواعد عالمي، لكن المشكلة إن التواصل بينهم بيبقى شبه مستحيل مع اختلاف اللغات والمشاعر اللي بتتلخبط بين التمثيل والحقيقة. المسلسل بيقدم فكرة عميقة جدا، إزاي نتواصل لما الكلمات نفسها بتفشل، وكمان التنقل بين بلاد وثقافات مختلفة مخلي الشكل العام للمسلسل سينمائي بشكل أكبر، وتقييمه على IMDb 7.9. 日本の読者の皆さん、後にするのドラマしやった。でも、프로 이탈리아 안내서까지 원래 다 봅니다. 여자 출연자 결정해야 되는데. 참호이 어떠십니까? 언어도 다르고 문화도 다른 두 사람이 함께 여행하면서 서로 스며드는 거야. 그러니까 지금 당신 말은 당신이 같이 가줬으면 좋겠어요. 가면 오로라도 볼 수 있는데? 오로라. 사람들은 다 각자의 언어로 말한다고 하셨죠. 저 그 사람이 하는 말을 잘 못 알아듣는 것 같아요. 왜 또 휘저어놓지? 그 차하고 찌질해도 내 것도 사랑이에요. 내 사랑도 통역해주세요. وبكده نكون وصلنا لنهاية القايمة. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات اعمل لايك للفيديو عشان ده بيدعمني ان اكمل، ولو حابب تشوف ترشيحات اكتر لافضل الافلام والمسلسلات العالمية اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد اول باول. اشوفكم على خير.